عبد العزيز بوحميدي، رجل اعمال متزوج وعندي 5 ديال الاطفال. اليوم كنقدم النداء ديالي والاستنجاد ديالي للسيد المدير العام للامن الوطني السيد عبد اللطيف الحموشي المعروف عنه بالنزاهه والجديه. اليوم انا امام واحد المشكل. كنت هديت واحد السياره ديالي لبنتي، داك السياره مع الوقت ما عرفناش فين مشات. لحيت على داك السيد اللي كان كلف ديك السياره عده مرات، ومن بعد ما دخلوا بعض الوسطاء عطاني عقد بيع مزور على اساس ان بنتي هي اللي باعتها. فاش خديت داك العقد مشيت رفعت دعوه قضائيه عند الضابطه القضائيه اللي هم مشكورين على المجهود اللي قاموا به. مشى داك العقد باش تجرى ليه الخبره، ومعاه واحد العدد ديال القرائن اللي كتثبت ان التوقيع ديالو من بينهم التوقيع البنكيه والتوقيع اللي عنده في اتصالات المغرب والتوقيع اللي عنده في الجواز ديالو، كل شيء نفس التوقيع. مشات للاداره العامه للامن الوطني اللي كنتفاجئ وانا دايز امام الاداره العامه للامن الوطني. كنلقى بان السيد اللي كان تمو بالتزوير في ذاك العقد كنلقاه مع احد الاشخاص من الاداره العامه للامن الوطني، وبلغ العلم ديالي بان الخبره غادي تجي في الصالح ديالو. وحنا في 2016 وفي عهد ديال السيد عبد اللطيف الحموشي اللي كيناشدوا معايا واحد المجموعه الفعاليه من اقليم الناظور باش ياخذ بعين الاعتبار ديالي وديال بنتي وينصف المظلوم. هذا الشيء اللي بغيناه، وبغينا تكون كعبره باش بعض المفسدين ما يبقاوش يطاولوا ويجيو للاداره العامه للامن الوطني ويجوا له فيها طولا وعرضا. وبالمناسبه هذا السيد هذا نيت عنده بلوكاج ديال فرونتير، يعني ممنوع يغادر التراب الوطني. وانا كناشد من هذا الموقع حتى صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله باش ينصفنا في هذا المشكل. وانا على يقين بان السيد عبد اللطيف الحموشي غادي ياخذ الاجراءات ديالو اللازمه. الحق انا ما بغيتوش ينصفني هكذاك وها، حنا بغينا غير الحق يبان والمعقول. اذا كان التوقيع ديالو خص يبان باللي ديالو، واذا كان ديالي خص يبان ديالي. حنا بغينا الحياد، وكنتمنى هذا النداء ديالي يوصل، وكنشكر